خلي في مسافة. بص في اللي قدامك. يا برنس ده مكاني. وش فيك؟ بقول لك صباح الخير يا حبيبي، نورت طابورك. اها صباح النور. انت ايه اللي جابك هنا؟ يلا ارجع ورا. يا استاذ مكاني ذا صح؟ لا مش مكاني. قسم بالله لا اوريك. يلا ورا يلا. الحصة الثانية بنتلاقى، لا تروح. وشك في اللي قدامك. ننوه على أهمية النظافة الشخصية لأنها من القيم والأخلاق. فبيمر الآن أستاذ مجدي للتفتيش على الشعر. اللي حالق وفاز بدنياه، واللي ما حالق بناخذه الآن من إيده ونحلق له صفر، لأن هذا يعكس صورة سيئة جدا عن المدرسة. يا أستاذ شعرك كأنك جيزس. أستاذ مجدي جيب لي هذا الطالب المش مؤدب. عامل لي حلقة كلت وش استاذ؟ هذه سبعاوي اطلع لي في نص الطابور يلا. والله ما اطلع، شعري ما كبير، انتم ما تكلمتوا عن الاستاذ. يا استاذ ابراهيم. لا خلاص بطلع. ده كان زمان يا حلو يا استاذ. هلا مجدي هلا خير. بص البي بيقتدي بالكلوتات وعامل لي 7. مسوي 7 ليش تحب السبعة انت؟ ما انا مسوي استاذ، راعي المحل مسوينا. راعي المحل. طيب تعال معاي. على وين؟ تعال انت بس تعال. شوفوا هذا الطالب الله يستر عليه طبعا، سلطان محمد علي محمد عبد الله، مسوي حلاقة مخنثة والعياذ بالله. وليكن هذا الطالب لكم عبرة. الآن أستاذ إبراهيم سيرافقه ويحل المشكلة أو يسبب له عاهة مستديمة إذا قاوم. انت بتتكلم ليه والله ما فتحت بقي، ده اللي ورايا هم اللي اطلع لي في نص الطابور. يا استاذ ده انت ابن بلد. اطلع. انت ممسوك في ايه؟ مالكش دعوة. يا رب تكون ممسوك في دعارة. اقول لك احمد وش تو علينا حصة؟ علينا انجليزي. يا الله انجليزي، نسيت الكتاب. عطني كتابك. ولما انا اديك الكتاب اضرب انا ليه؟ ما يسأل الاستاذ عن الكتاب، بس تراني جالس قدام يا اخي بيشوفني، لكن انت ورا عادي ما بيشوفك ولا بيسألك حتى. ترى حتى لو شافك تراك شاطر ما بيقول لك شيء، لكن انا ما يحبني ما يداني. خلاص يا عم انت هتشحت، خد. يا اخي ذا الكرسي حالتي حالة، ما بقدر اجلس كذا، لازم ادور لي شيء. ايه هذا كرسيي وانا جالس ادوره. كرسيك منين؟ انا لسه جايب لي الحاجات دي دلوقتي جديده من المخزن. انت هتستعبط. كرسي قسم بالله. حمود ماذا كرسيي؟ يا ربي 100% هذا كرسيك حتى يشبهك. شفت كم شعر انه قم طعميه قم. ايه يا رجاله مش كده، الواد لسه جديد والكرسي بتاعه فعلا. لو انت احمد علامك كذاك، حتى انت اول ما جيت كذا سوينا لك، بس بعدين تأقلمت. يا عم هو شكله غلبان يا عم. لازم تخص. روح يا عم خد الكرسي بتاعي، ما تصدعناش جديد برضه. افضل مصري قسم بالله. بص هما في الاول كده وبعدين سيسوا ما يحبوه. انت مالك انت؟ هو انا قلت لك حاجه؟ ما تخليك في حالك يا شباب. شوف الطعميه الجديده دي. ايه طعميه وفول يا مصري. بقول لك يا علي لا مش الكرسي ده بتاعك؟ ايه قم قسم بالله كرسي. Good morning students. Good morning teacher. How are you? No it's fine thank you. اطلع برا يا كوميدي يا مهرج الفصل. استوب برا. Sit down. بقول لك يا استاذ، هو انت مش هتفتش عن الكتب؟ علامك. شوف ده المصري وش فيه يا كلب، قسم بالله لو اوريك. quiet class quiet. اللي ما جاب الكتاب يقوم يوقف. قوم اقف. قم انت قم، ما بيضربك. قوم انت وهات كتابي. ليش تتكلم انت وياه؟ وين كتابك؟ هذا هو. حمود، من متى انت اسمك احمد منير؟ قسم بالله. اطلع لي برا. احمد انت معطينا الكتاب؟ لا استاذ، هو جه فتح الشنطه وخده من الشنطه يا استاذ لوحده. كذاب يا استاذ، هو معطيني الصبح. يا ابني اطلع برا. الحصه الثامنه ما عليه براوي. يا ابني انت وانتوا اي حد كده وخلاص. الحصه الثامنه انت بتحملني نتيجه غبائك ليه؟ يا استاذ بروح الحمام. يوم تخلص الحصه روح. يا استاذ لازم اروح الحمام الان. يا ابني قلت لك الان نشرح شيء مهم، اذا فاتك بيتسجل علي انا ملاحظات، فاجلس خلنا نشرح وبعدين نروح بول. يا استاذ لازم تفهمني، إذا ما رحت الحمام الآن تضطر أن تتعامل مع كرسي مبلل، طاولة مبللة، وطالب ناضج مبلل، فلك الاختيار. يا ولد تحمل شوي، ما ريال انت؟ يا أستاذ ترى فيني السكر يا أخي. لا حول ولا قوة إلا بالله. I'm so sorry I didn't know. روح تفضل. الواد عايز يهرب من المدرسة مش كده؟ صحيح. Alright class open page 6. قال 6.
خفيفين دم انتو. هو الضحك الاول استاذ. اوكي كل واحد خصم 6 درجات. اشوفك تضحك الحين. اضحك. ما اسمع يعني قهقهه. اشوفكم تضحكوا يوم اقول 6. قسم بالله قليلين ادب. خصم 12 درجه. يلا 16 درجه. يلا اضحك. اشوفك تضحك. قلة ادب قسم بالله. خلاص يا استاذ بنهزر معاك. اصل برضه يعني لو انا جيت قلت لك اوبن بير 6 مش هتصبر. لا تأدب حيوان. انت بتعمل ايه على السور يالا؟ يا استاذ مجدي استهدى بالله عندي سكر. يا استاذ ايش فيك صرت محمد صلاح؟ يا تعمية يا مصري. ايه بتكلمني انا؟ ايوه اكلمك انت. تعال بخبرك شيء. ايه بيرزف الواد يا عيني بس يستاهل. سيبه يتعلم بالطريقه الصعبه. نعم علمنا سبات مصرية. سبات يعني شتايم كلام زباله. لا يا عم ما تروح تتعلم من حد تاني. مش بقول انا الكلام ده. حلوه نظارتك. من وين صار قنها؟ سارق ايه؟ لا بابا عملها لي في محل النظارات. خدوا المقاسات عشان نظري ضعيف شويه. تبيعها هافك؟ ايه هافك تبيعها؟ يعني ايه هافي؟ هذا ما يفهم غام. الشورت بتاعك الداخلي تبيعه ولا لا؟ ايه لا مش ببيعه. ايه وش فيكم انتوا خلوه مسكين. طب انت وش دخلك؟ دخلني ونص. وش تبه هافه مسكين خليه. ولا ترى بروح اخبر المدير انك تدوخ سجاير في الحمام انت وربعك. مصورينك فيديو انا كانك سي جي. ما عليك ابدا منا. خلنا نروح. تراني زميلك في الفصل. احسك جديد هنا لا تعطيهم وجه ذيله بيتمادوا اكثر. وانت مالك انت؟ كانوا عاوزين يشتروا مني وينفعوني. انت ليه بتتدخل في اللي مالك؟ وش جديدك؟ تراني حصلت فرخ ابيض في السناب اسمه فيصل. يا رب زين عطني سنابه يا اخي. كل خراك ولا يعطيك. دخلت امس جروبات تعارف فيسبوك منتديات وروابط وتهكر جهازي بس عشان اوصل لسنابه وانت تباه كذا. تعب يا اخي بمجهودي. زين تكلمت ولا ما رد عليك؟ ما رد علي ما اعرف ليش. ارسل لك اليوم صباح الخير صباح الورد اعطيني وجه يا المرق. ما رد ما اعرف ليش. يا رجال يمكن ما يبغى يا اخي. لا تضغط عليه ترى حالتك صعبة. يمكن متزوج. لا وين متزوج؟ ما متزوج بس يمكن يستحي. لا زين عطني سنابه برسل له بقول له يرد عليك. لا ما اضمنك انت بتسرق عني وانا بروح ادور واحد نطلع البر ولا نتعشى وكذا. تحب الفروخ انت؟ استاذ ابراهيم ترى فروخ كتاكيت مسوي مشروع انا والشباب نترزق منه يعني. من متى كتاكيت عندهم سنابات؟ استحيتوا يا اعوذ بالله منكم. مدرسة هذه انتوا اشكالكم ضيعين سمعتها. كلكم تعبانين. افلام نتفليكس والالعاب اللي تلعبوها والمدخلات اللي تدخل عقلكم بهدلة الدنيا عندكم. الهرمونات ضايعة. ما تستحي انت وياها على وجهك. خلي عندكم سيطرة شوية. وش فرقتوا انتوا عن الحيوانات؟ الله كرمك انت بعقل فاستخدمه. والله معك حق يا استاذ. طيب وش نسوي؟ عطني سنابه بتواصل معه. شفت يا اسطى الواد المصري الجديد اللي عندكم في الصف ده؟ ما اجيبه يقعد معانا. يا عم اقعد عيلتني ليه كده؟ انت عارف في اي حته بيرزوا في العيل الجديد وتعالى وروح والحاجات دي. انا عشت النهارده يا اسطى عنه 16 مره حرفيا. انا بس عشان يعني ان هو مصري بقى وكده وكل مره يحسسني ان انا اللي كنت بتنمر عليه مش العيال التانيه. يا عم انت مش تايه عن الناس دي. عارف انت الواد مصطفى اللي في الصف معايا؟ كنا بنمتحن امبارح. انا جبت 8 من 10 وهو جاب 7.5 من 10. يتهبل طبعا. يروح للاستاذ ويطلب نشوف الفار ولكنه هدف كاس عالم مش نص درجه اللي هي بترفع في الاخر. اصلا عالم غريبه يا اسطى مش فاهمهم بجد. ده انا كنت قلت هيبقى لي بقى زميل مصري في الفصل ونحارب الجميع وبتاع. طلعت العيال زمايلي في اقرب لي منه بكتير. اقول لك احمد بهرب تراني لا تسجن غياب. ليه عايز تهرب يا اسطى؟ انت مش في سجن ابو زعبل. ده الخدمات في المدرسه احسن من بره صدقني. كلها ساعتين بالظبط وتبقى حر الطريق يعني مش ناقصه وجع دماغ. بروح لي اي مطعم كده وبريح راسي شويه مطولين. باقي 4 حصص وبعدين علينا استاذ ابراهيم هذا مشكله. وبعدين صح ربيعكم المصري ذاك سلطان وجماعته موقفينه في الممر يقولوا لنا تبيع هافك وكذا. يوم يدافعت عنه يقول لي وش دخلك؟ هذا وش فيه يعني؟ لا يا عم سيبك من ده دماغه تعبانه ولا ربيعنا ولا نيله ولا بص ان شاء الله يعمل ايه بعد كده. سيبه مع نفسه. مين استاذ ابراهيم ده؟ صحيح استاذ ابراهيم ده كله ايحاءات. اخر مره الراجل ده كان علينا درس تكاثر عن تكاثر النباتات. فجاه الموضوع قلب لتكاثر الانسان وطلع واحد على السبوره يشرح بيغتسل ازاي. ما في كلمه هذا الاستاذ يقولها ما فيها ايحاء. تحسه مريب يا اخي. بس انه يمكن احنا فاهمين غلط ما اعرف. الله يستر عليه. المهم بهرب انا. لا تخليهم يسجوني غياب. احمد تراني بغيب قسم بالله. ابوي اذا عرف ترى ابوي مدير شرطه. عارف ابوك مدير شرطه. اذا عرف بيسجنك انت. ليه يا ابني؟ انا لان انا بخبره ان انت ما اعرف والله بفكر فيها بس بورطك معاي. لا تسجل الغياب. حمود
حمود موجود يا استاذ بس راح الحمام. اوكي. كداب يا استاذ، الواد ده هرب في الفسحه واحمد بيتستر عليه.